إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من أصبح معافى في بدنه عنده قوت يومه آمنا في سربه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، معاشر الأحبة، قرأت حديثا بيني وبين جماعة صغيرة، وأردت هذا المعنى أن يبلغ الجماعة الكبيرة. حديث رواه مالك والبخاري ومسلم، فتأملوا في هذه الكلمات النيرات التي تنقذ البشرية من الحروب الدامية. يقول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله. هنيئا لك يا عبد الله، قد رأيت رسول الله. ما أعظم العينين التي تكحلتا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق. هذا هو المشرق، يشير إلى المشرق طريقة تربوية عالية، يشير إلى المشرق بيده طبعا، ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان. أنا لا أريد أن أدخل في الفتن الكبرى والمتوسطة والصغرى، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تمام. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث يجرنا إلى معنى آخر. النعمة المنسية عندنا وهي نعمة الاستقرار والأمن. نعمة الاستقرار والأمن. الشرق الفتن، وأنتم ترونها وتسمعون عنها وتشاهدون صورها، سواء في العراق أو في الشام، كما نقول الشام كلها، سوريا أو لبنان أو تونس
أو ليبيا. هذه كلها أيها الإخوة دروس لنا تجعلنا أن نحافظ على الأمن. ولماذا يا سيدي الأمن؟ سيدي رسول الله وسيدكم رسول الله في صلح الحديبية ما هو الشيء الذي قبل به شروط ضيزة؟ الأمن 10 سنوات، ونحن قد مررنا ب10 سنوات سالت فيها الدماء ويتم فيها الأطفال ورملت النساء، وعاش الإنسان في اضطراب لا يعرف ليله من نهاره. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. يقول الحق سبحانه وتعالى في مسألة الأمن، نعيش مع القرآن أيها الإخوة. أما قال مولانا في قضية الأمن والإيمان: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. أيها الأخوة، الأمة التي نرى فيها التناحر والصراعات السياسية والمذهبية والعرقية كلها لا يحبها الإسلام ولا يريد أن يكون. إذن نعود إلى طريقة توصيل المعلومة. سيدنا رسول الله كان يستعمل أسلوب التبليغ بالإشارة وبالكلمة وبالعمل. العمل وقع في صلح الحديبية عندما دخل خيمته وقالت أم سلمة: أغضب الله من أغضبك يا رسول الله. فماذا قال؟ قال: أمرتهم فأبوا أبوا إلى أن يخالفوا أمري. فقالت: ألا تخرج إلى حلاقك فيحلق، ادعوه يحلق وانحر وسوف يرون ويفعلون. هذه سنة عملية. وسنة الإشارة صلى الله عليه وسلم أن الشرق منه الفتن. ولو نبدأ كما قلت لكم، لكن أريد ألا ندخل في متاهات التاريخ. إذن أيها الإخوة، نعمة الاستقرار، فليعبدوا رب هذا البيت الذي آمنهم. الأمن، لو كان عندك مال الدنيا ولا تستطيع أن تعيش آمنا في سربك لا حياة لك. إذن هناك الفتانون سواء في بلادنا أو في غيرها، وهم يريدون أن نلتحق بالمشرق، عافانا الله من ذلك. لكن دور من في مقدمة إخماد هذه الفتنة؟ السلطة القائمة على هذا البلد. وقد رأيتم هذه الأيام الناس تعيش في حيرة. قالوا عشنا غير في قول قالوا، وفيكم سماعون لهم ويبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فأيها الإخوة، بعد دور أهل الحكم والسلطة العلماء والدعاة والمنابر ينبغي أن تهز وأن يقال الحق، وأن يقال للناس يعني الشيء الحقيقي. لماذا؟
إذن فأيها الإخوة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعيش آمنين. انتبهوا إلى هذا الحديث الذي بدأت به: من أصبح معافى في بدنه، نعمة الصحة، وقبلها نعمة الإيمان الذي جمعكم. نعمة الإيمان من أكبر النعم، لأن صاحب الإيمان يخاف الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. صاحب الإيمان دائما يتلو القرآن ويعرف هذه المعاني. الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنحن محتاجين إلى طمأنينة. إذن هذا دور أهل الصلاح الذين كان يتكلم عنهم أولو الألباب. ومن منا لا يعرف الحلال والحرام؟ كلكم تعرفونه، لكن الإنسان أن يشارك في الخير بالكلمة الطيبة، أن ينشر الخير بالكلمة الطيبة. دعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيها الإخوة، من أصبح معافى في بدنه عنده قوت يومه، وفي رواية قوت يومه وليلته، لأنك تعيش هذا اليوم لا تدري غدا ماذا يقع. وآمنا في سربه. والله لو عندك أموال الدنيا، عندما تضرب الفتن يسير فيها الصالح والطالح، لكن كاين هناك عدل عند الله تعالى في الآخرة. أيها الإخوة، بدون إطالة، نرجو أن نكون من أهل الأمن، نساعد الأمن، نساعد في تأمين البيت، في تأمين الأسرة، في تأمين الحياة. لو كانت الفتنة تدور، أتستطيع أن تخرج بأولادك في هذه العطلة؟ أتستطيع؟ لا تستطيع. ولهذا علينا بالمشاركة. كلكم مسؤول، وكلكم مسؤول. كل راع مسؤول، وكل راع مسؤول عن رعيته. الأب في بيته، الأم في بيتها. هذا الشيء الذي نريد أن نوصله. ودائما عليكم بالدعاء. اللهم أمنا في حياتنا، أمنا في أرزاقنا، ادعوه إنه سميع مجيب الدعوات. الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. ثم أما بعد، معاشر الأحبة، إن لم نشارك جميعا في الأمن فإن الأمر ينفلت، وإذا انفلت الأمر نسأل الله أن يبعدنا عنها. هناك بعض أهل الصحافة المكتوبة والمقروءة والمسموعة تريد أن تزعزع البلاد. هذه بلاد دماء الشهداء، دماء الشهداء. ونحن أخذنا درسا من 10 سنوات وقد عرفنا. فالآن
وهناك من يهول وقال البلاد ستعرف يعني مشاكل اقتصادية واجتماعية وكذا. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن نقول بأن الدنيا كلها الدنيا بخير والحمد لله، ما دام أصبحت مؤمنا إيمانا صادقا لا تخف. أسأل الله من هذا المكان أن يؤمن بلادنا وأن يؤمن بلاد المسلمين. اللهم ارزقهم الأمن يا ربي في العراق، في سوريا، في كل مكان يا رب العالمين، في مصر. اللهم يا أرحم الراحمين ارزقهم الأمن وأبعدهم عن الفتن يا رب، وأبعدنا عن هذه الفتن يا ربي ما ظهر منها وما بطن يا رب. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غريبا إلا إلى أهله رددته، ولا مسجونا مظلوما إلا أطلقت سراحه يا رب العالمين، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين تقبل منها